السلام عليكم. هنعمل النهاردة الرقاق بتاع أمهاتنا زمان. الرقاق بكل تفاصيله هتلاقيه معانا هنا في الفيديو. القرمشة والطعم الجميل، طري من جوه ومقرمش من بره وحاجة كده خيال. خليكم معايا في الفيديو وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. بصوا لونه جميل ازاي ومورق من جوه بأقل كمية من السمنة. نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام. معي هنا 4 بصلات. هنعمل الأول العصاج بتاع الرقاق. معي هنا 4 بصلات. طبعا مش هنستخدم كمية اللحمة ديت كلها، يعني على ممكن ربع كيلو لحمة مفرومة هتكفي يعني إن شاء الله. هنا يا دوبك صفرنا البصل كده ونزلت عليه باللحمة المفرومة. ونزلت بقى بعد ما خدت لون كده ملح وفلفل وكمون وشويه بسيطه كده شطه وقرن فلفل وطماطمايه. الطماطم هنا بتدي تسكيره حلوه قوي للحمه المفرومه. العصاج بتاعنا كده جاهز. ابتدي هنا بقى ادهن الصينيه اللي هنعمل فيها بالسمنه زي كده. ومعايا شوربه. في حاله بقى ما عندكيش شوربه وعايزه تعملي رقاق، تجيبي ميه سخنه وتحطي عليها مكعب ماجي وفلفل وكمون وملح، هتبقى اجمل شوربه معاكي. نبتدي بقى نبل الرقاق بتاعنا كده. هتديكي نفس الطعم على فكره، عملتها كتير. تمام كده. هبتدي بقى انا معايا هنا 8 رقاقات، هحط 4 تحت و4 فوق. ما بين كل رق ورق هدهن سمنه. هنا حطيت ال4 رقات من تحت. ننزل بقى اللحمه المفرومه كده، ناخد الكميه المناسبه للرقاق بتاعنا. نكمل بقى زي ما عملنا من تحت نعمل من فوق. نبل الرقاق بالشوربه. الشوربه تكون دافيه كده. نبتدي نرصه في الصينيه. خلصنا هنا بقى. احط بقى معلقتين مغرفه كده شوربه واسيبه 5 دقايق لحد ما الفرن بتاعنا يسخن. وحطيت كمان سمنه كده، دهنت الوش سمنه وحطيت معلقتين لبن. اللبن كده بالقشطه بيديله طعم جميل. لو عندك قشطه بس تحطيها على الوش جميله جدا. ودخلته الفرن بقى هنا وقعد حوالي تلت ساعه وطلع بالجمال ده. ها، عملتي لي لايك ولا لسه؟ هي اللي بتتفرجي وخدتي الطريقه وخلاص، اوعي تمشي. مستنيه اللايك بتاعكم عشان الفيديو يوصل لغيركم. مستنيه اشتراككم في القناه. قناه محتواها جميل جدا وهنزل وصفات كتير قوي. احتياجات كل بيت هتلاقيها في القناه. بحبكم في الله وكل سنه وانتم طيبين. جميل قوي. ممكن بقى تعمليها وش بيتزا، يعني ممكن الرقاق زي ما هو كده وتحطي على وشه الحاجات بتاعه البيتزا، تديكي برضو طعم جميل قوي. دمتم في حفظ الله.